السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي يكون خفيف ظريف هكا سريع، فيه واحد الفكره هكا ديال الفطور. اكثريه هكا ملي كيكون عندنا الوليدات الصباح ما كنلقاو ما نعطيوهم الفطور نوجدوهم، راه كيوجدوا في 5 ديال الدقائق لا اكثر، وصراحه كيجيو صحيين بزاف بزاف، ما فيهم ولا حبه ديال السكر وما فيهمش حتى الدقيق الابيض. خليكم معايا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. ونبداو على بركه الله. هنا عندي واحد 3 ديال البنانات كتشوفوهم بهذا الشكل هذا، لحقاش راه درتهم الليله من قبل في الكونجيلاتور يعني في المجمد باش يجيونا على هذا الشكل هذا، يعني كيجيونا هكذا طالقين دوك العسيله ديالهم. كنضيف لهم واحد البيضه وغادي نضيف لهم كذلك علبه كامله ديال الياغورت. انا هنايا خديت الياغورت بنكهه الفانيليا، الا بغيتو ديروه طبيعي تقدروا ديروه ما كاين حتى شي مشكل. ودرت البنان بهذاك الشكل هذاك باش يعطيكم الحلاوه الكافيه البنات، يعني ما تحتاجوش نهائيا السكر. جربوا هاد الطريقه هذه ديال المجمد، صراحه غتعجبكم بزاف. كما شفتوا معايا هنا خلطته مزيان مزيان يعني حتى اندمجوا ليا، وداك البنان يعني تمعك معانا مزيان. هنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الشوفان، وهنا معلقه كبيره ديال الزبيب كما كتشوفوا، وغادي نخلطهم معاه. وغادي ندوز باش نضيف هنا كما قلت لكم سبقت قلت لكم ما ضفتش نهائيا الدقيق الابيض، باش غادي نعوضو بالدقيق القمح الكامل. ومن الاحسن الى عندكم النخاله ديالو ديروه بالنخاله ديالو. وهنا اخر حاجه غادي نضيف وهي تقريبا واحد القياس ديال معلقه صغيره هكذا عامره ديال بيكن باودر ولا الخميره الكيماويه. هنا تقلت واحد شويه الخليط، الا جاكم ثقيل فماشي مشكل تقدروا تضيفوا ليه كما ضفت لي انا واحد 2 معالق ديال الحليب حتى حصلت على هذا القوام هذا كما كتشوفوا. وهنا سخنت واحد المقله اللي ما تكونش كتلصق، سخنتها مزيان مزيان، دهنتها بواحد درت لها واحد المسيحه ديال الزيت وصافي. غادي ندوز ندير المطيب البانكيك ديالي. كما كتشوفوا من الاحسن ديروهم قياس صغير، لحقاش راه ما فيهمش يعني داك الدقيق الابيض يعني كيكون فيه الفيكولون بزاف هو اللي كيشدهم، ما فيش يعني كيجي واحد شويه هشاش كيتقطعوا. من الاحسن ديرهم صغار باش تغلبوا عليهم. فمجرد ما كيتحمروا من جهه كنقلبوهم من الجهه الثانيه، وكما كتشوفوا كنخليهم حتى كيبردوا. كيجيو بهذه الطريقه هذه كيجيو معلكين من الداخل، كيجيو خفاف وزوينين. واهم حاجه هو انهم صحيين هكذا الوليدات الصغار في الصباح ما كاين ما احسن. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، تكون عجبتكم حتى الفكره. صراحه جربتهم وعجبوني وبغيت نتقاسمها معكم، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.